السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنعمل مع بعض كفتة فراخ. اللي اول مرة تشوف القناة تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف مكوناتنا ايه. انا هعمل النهاردة كفتة فراخ ومعاها مكرونة. انا معايا بقى صدور كده من الفراخ، خليها كده من العظم بتاعها والجلد. هفرمها بقى في المفرمة، ومعايا كام بصلاية كده، حوالي 4 بصلات كبار، ومعايا كام قرن فلفل حامي على بارد. اول حاجه طبعا انا خاليه الفراخ كده وغسلاها ومصفياها كويس. هفرمها بقى في المفرمه كده. هنزل بها بقى واحده واحده كده لحد ما تتفرم معايا. واللي وصل معايا بقى لحد كده ما ينساش برضه يحط لنا اللايك، واللي اول مره يشوف القناه يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى انا كنت فرمتها اهوت. هجيب بقى البصل بتاعي كده، هقطعه القطع كده واحطه بقى في المفرمه. هفرمه فرم ناعم. هنا انا حاطه قرنين فلفل بارد على نص قرن حامي، والحامي برضه ده اختياري. ومعايا هنا عود كزبرة صغير، عود كزبرة خضرة صغيرة كده، حابة تحطيه برضو مش حابة زي ما تحبي، دي حاجة برضو ترجع لك. ومعايا كام فص توم، 4 فصوص كده من التوم. هفرم برضو كل ده فرم ناعم. طبعا الصدور دي بتبقى تقيلة في الاكل شوية، في ناس ما بتستطعمهاش او ان هي تسلقها وتحمرها او تعملها اي طريقة تانية، فانا قلت هغير بقى النهاردة كده واعمل منها كفتة فراخ. بصراحة بتبقى جميلة في الاكل. هنا انا كنت فرمتها خلاص فرم ناعمة اهوت. هنزل بقى على الفراخ بتاعتي كده وهضربها بقى كلها في بعضها كده زي عجين كده، هعجنها في بعضها واحطها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة. انا بقى هنا ضفت لها كيس من الفيجيتار. ده بديل التوم البودر والبصل البودر. انا ما كانش عندي توم بودر ولا بصل بودر، فحطيت لها كيس فيجيتار بارد مش حامي، لان انا حاطه قرن فلفل حامي. انت لو عندك بقى توم باودر وبصل باودر تحط لها توم باودر وبصل باودر. حطيت لها كيس الفيجيتار دوت، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وشويه ما وشويه من الملح، وشويه بهارات، مش اكتر من كده. هقلبها بقى واعجنها كده في بعض واحطها في التلاجة. هنا انا حطيت معلقه نشا. المعلقه النشا دي بتمسكها شويه عشان ما تفكش بس معاكي، لان انا ما صفيتش البصل ولا اي حاجه، ما صفيتش اي حاجه فيها. فانا بحط لها معلقه النشا دوت بتنفشها شويه كده وتنشفها، ما تخليهاش تفك معاكي. انا هنا بقى هعمل مع الكفته بتاعتي كده مكرونه. هنا بقى الطماطم هعملها صلصه، معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه سمنه كبيره وشويه زيت، وهسيبها بقى لحد ما تتسبك. هنا ممكن تاكليها بعيش بقى وتحرشي كده جنبها مخلل وسلطات وحاجات من ديت، او حابه تعملي معاها مكرونه زي ما تحب. هنا بقى انا كنت سبت الطماطم بقى لحد هنا ما تتسبك، وبعدها بساعه كده جبت بقى طلعت اللي هي الفراخ بتاعتي من التلاجة. وهجيب بقى صينيه اصبع عليها الكفته بتاعتي. هات هنا شويه من الزيت كده، لان انا هحطها في الفرن. ممكن انت لو حابه تقليها في الزيت تحمرها كده في الزيت زي ما تحبي، او على الفحم بقى زي التسويه دي بقى حاجه ترجع لك انت. هجيب معلقه كده، او عندك سياغ بقى، او عندك عيدان من بتاعه الشيش طاووق كده، ممكن تصبها عليها. هبدأ بقى ان انا اصبع كل الكميه اللي معايا دوت. هما كانوا صدرين يعني، عملوا معايا كميه كويسه، يعني بترمي معاكي كميه كويسه. بصل بقى والفلفل وكده، ده كل ده بيرمي معاكي كميه كويسه.
هنا انا كنت خلصتها هي. ده صدرين، ده كانوا صدرين فرخة، فرخة متوسطة يعني، مش فرخة كبيرة ولا حاجة. هنا بقى انا كنت هدخلها بقى الفرن، والصلصة معايا بقى كانت اتسبكت خالص اهي. هنا بقى هسلق المكرونة، جبت بقى مية وهحط شوية زيت وشوية ملح على النار، وهسيبها بقى لحد ما تغلي كده، وهنزل بقى اسلق المكرونة. هنا بقى جبت كام فص توم كده، على قرنين فلفل حامي على بارد، والحامي برضو ده اختياري. هنزل بقى بالصلصة واحدة واحدة كده، وهنزل برضو بالمكرونة. هحط مكرونة على صلصة بقى واقلب، واسيبها 5 دقايق كده على النار، يا دوب ايه تاخد تلدينة صغيرة كده. لان انا سلقة المكرونة بتاعتي كده سلق كامل، برضو مسوياها سلق كامل. وبصراحة المكرونة بالثوم والفلفل الاخضر دي بتبقى طعمها تحفة، اللي ما جربهاش يجربها ويقول لي في الكومنتات. طبعا بقى انا مظبطه لها الملح والتوابل بتاعتها والفلفل وكده في الصلصه بتاعتها، فهي مش محتاجه اي حاجه غير كده. هضيف لها بس الصلصه واقلب كل الكميه اللي معايا ده. ويا رب يكون عاجبكم الفيديو بتاع النهارده يا حبايب قلبي واستفدتوا منه. لأول مرة يشوف القناة يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. والتسوية برضو بتاعت الكفتة دي يا حبايبي زي ما تحبي، انت عايزة تعملها على جريل مثلا، عندك جريل وعايزة تسوي عليه، عايزة تسوي على الفحم، عايزة تحمرها في زيت، زي ما تحبي. دي حاجة برضو ترجع لك انت. في رعاية الله حبايب قلبي.